السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على خير. اليوم غادي نحضر معكم واحد لي طاط اللي تتجي رائعة بعصير البرتقال وبواحد الكريمه اللي تتجي لذيذه، وتتحضر هاد الكيكه او لي طاط تتحضر تقريبا بواحد نص ساعه تكون موجوده. تنوضعوها تبرد وتنقدموها بالصحه والراحه. وغادي نبداو بسم الله بالطريقه والمقادير في نفس الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. هنا عندي واحد البول اللي غادي نضيف فيه 2 بيضات درجة حرارة المطبخ، شوية ديال الملح، وغادي نضيف هنايا 6 المعالق ديال السكر. بالنسبة لهاد لي طاط او الكيكة الباردة اللي غنحضروها غير ب6 المعالق، كل حاجة منها 6 المعالق. صافي انا طربت هنايا السكر مع البيض غير واحد شوية، وغادي نزيد ليهم 6 المعالق ديال الزيت النباتية. شوفوا معايا 2 3 4 5 6. انا من بعد ما طربت الزيت صافي وغادي مع نطرب البيض واحد والسكر شويه نسجم ليا داك صافي الزيت دابا مع البيض زولت والسكر، هذاك وغنعاود الطراب نتلاقى معكم ان شاء الله. الكهربائي غندير غير بهاد الفوي. هنا عندي بشور ديال البرتقاله كامله، وغادي نضيف 6 المعالق ديال عصير البرتقال. وهاد الكيكه ديال البرتقال راه تتجي رائعه وتتجي منعشه. صافي انا ضفت هنايا 6 المعالق ديال العصير. صافي غنخلط غير واحد شويه ينسجموا ليا، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق حتى هو غادي نضيف 6 المعالق اللي يكونوا عامرين مزيان، يكونوا مقبين. صافي انا ضفت هنايا 5 المعالق ديال الدقيق، غادي ندخلهم واحد شويه، وغادي نزيد عليهم واحد الخماره ونص ديال خميره الحلويات، تقريبا واحد 12 غرام ديال الخميره. صافي وراه بقى ليا معلقه اخرى غنزيدها من بعد ما غادا نخلط هاد الدقيق يدخل شويه ونشوف القوام ديال الكيك. كما تتشوفوا راه باقي القوام شويه. هنايا انا رزت المعلقه السادسه غير ما رديتش البال، ما كنتش تنصور. وهذا هو القوام ديال الكيك، تكون على هذا الشكل هذا. صافي عندي هنايا هاد المول العجيب اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نخوي فيه هاد الخليط. هاد الكيكه راه تطيب تقريبا متاخدش وقت بزاف، الا كان الفران سخون غير ربع ساعه تتكون موجوده، او ثلث ساعه لكن الفران ثقيل. صافي غنسويه هكا شويه على سطح العمل، ونتلاقى معكم من بعد ما غادا طيب هاد الكيكه. هي من بعد ما طابت شو كتجي واحد اللويله تكون فيها رائع، واحد الريحه ديال المندرين اللي غزاله. غنخليها حتى تبرد ونزولها وندوز باش نوجد معكم الكريمه اللي عندي هنا. كاس ديال عصير البرتقال، وغادا نضيف 2 كيسان ديال الحليب. هاد الكريمه اللي تكون مزيج ما بين الحليب والبرتقال تتجي رائعه، واحد المذاق اللي تيجي رائع، غير جربوها. وغادا نضيف هنا 3 معالق ديال السكر. بالنسبه لهاد 3 معالق تيجيو نيشان في الحلاوه، ما تيجيوش حلوين بزاف. غادا نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكريم باتيسري اللي تتعطي واحد النكهه زوينه. انا تنفضل نخلطها مع النشا، ما تعجبنيش في الحقيقه النشا بوحدو. صافي وغادا نضيف واحد 3 المعالق اللي صغار ماشي كبارين ديال النشا. صافي وغنخلط هاد المكونات حتى يذوب ليا داك النشا مع السكر، وغنوضعهم فوق البوطه حتى يتقل ليا الخليط، يرجع على شكل كريمه، ونعاود نتلاقى معكم.
بالنسبة للكيكة من بعد ما بردت شوية وزولتها ممكن تشوفوها تجي خفيفة، واخا ما تسقيوهاش راه تجي خفيفة. انا غادا نسقي هنا عندي واحد 3 معالق ديال عصير البرتقال وواحد المعلقة ديال الكوفيتير، او يمكن لكم تعوضوا المعلقة ديال الكوفيتير بمعلقة العسل او السكر صافي. وتقريبا بحالي غادي غير ندهنها ماشي غادا نسقيها، هي واحد السقيه اللي خفيفه كما تشوفوا معايا هي راه رطبه صافي. بالنسبه للبرتقال دوك 3 معالق ديال البرتقال مع الكوفيتير انا درتهم غلاو شويه فوق البوطه، عاد سقيت بهم هاد الكيك تيجي واحد المذاق رائع صافي. وغنزين الوجه ديالها بشويه ديال الكاوكاو كونكاسي او الفول السوداني، وغادا نزينها من الجوانب بالكوك او جوز الهند. هذه هي الكريمه من بعد ما عقدت بالنسبه بهذا للزين الشكل تبقى هذا. اختيار، هذا هو القوام ديالها. بالنسبه اللي بغى يضيف ليها قطع من الشوكولاته الابيض يمكن له يضيف ليها، انا هنا ما ضفتلهاش لان ما تواجدش عندي، لكن غير هكا حتى هي راه تجي رائعه. هي اختياري بالنسبه للشكلاط اللي بغى يضيفو تعطيها هو واحد الطعم زوين صافي. غادا دابا نوضعها في الثلاجه حتى تبرد واحد شويه وتشد راسها. هي من بعد ما بردت ولكن راه مازالها سخونه مازال ما بردتش مزيان، غير الكريمه عقدات شدات راسها شويه. غادا نزينها بشويه ديال الفراوله مع شويه الموز اللي قطعتهم هكا دوائر، وهذا هو التزيين ديال الكيكه ديالي صافي. وغندهنها بشويه ديال النطاج باش يعطي واحد اللمعه لهذوك الفواكه ويبقاو في اللون صافي غندهنها اللي واحد الدهنه زوين. خفيفه. وبالنسبه لهاد الكيكه البارده او اللي طاغت راه تجي رائعه، تقدموها هكايا في الفطور من وراء الفطور مع العصير تجي رائعه، تجي منعشه، واحد المذاق اللي تيجي فيها لذيذ. وحتى تحليه في نفس الوقت. تنتمنى تعجبكم هاد لي طاغط اللي قدمت لكم، راها بسيطه في المقادير ديالها وفي متناول الجميع وبالصحه والراحه. وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.